اول ما بدات اكتب ما كنتش محدد الهدف بتاعي، يعني كنت قلت كده انا عايز اكتب وخلاص. طبعا ده خلاني اضيع وقت كبير جدا من غير ما يكون عندي اي كتاب جاهز. بعد كده اكتشفت ان اسهل طريقه تخليني اوصل للهدف بتاعي هو ان انا اعمل اللي احنا بنسميها سمارت جولز. طبعا موضوع معظمنا ممكن يكون سمع عنه، بس حبيت اكد عليه لان هو فعلا افادني جدا في موضوع الكتابه. معنى سمارت جولز يكون فيه 5 شروط. الاس اللي هي اول حاجه في سمارت، ان الهدف يكون محدد، ما يبقاش هدف عام. يعني ما اقولش انا عايز اكتب كتاب كده وخلاص، لا، عايز اكتب كتاب مثلا في موضوع ايه، هكتب كتاب مع مين ممكن يساعدني، هكتب الكتاب فين، وهكذا. فانا وقتها حددت ان انا عايز اكتب كتاب ليه علاقه بالتعلم والمذاكره. مين اللي هيستفيد من الكتاب ده؟ الناس مثلا الطلبه اللي هم بيحاولوا يطوروا نفسهم وبيتعلموا حاجات مختلفه وحاجات جديده. طب هكتب الكتاب فين؟ هكتبه في المكتب بتاعي او في مكان معين انا عايز اكتب الكتاب فيه. تاني حاجه في السمارت جولز اللي هي ميجرابل، ان الهدف يكون حاجه ينفع نقيسها. يعني ما اقولش انا مثلا عايز اكتب كتاب وحاجه يعني كده مستمره للابد، لا، احدد انا عايز اكتب الكتاب مثلا 200 صفحه، فكل فتره اقدر اشوف انا وصلت لكام صفحه، واقدر اقيس التقدم بتاعي واشوف فاضل لي قد ايه واخلص. تالت حاجه اتشيفابل، ان الهدف بتاعي حاجه ممكن احققها. يعني ما تبقاش حاجه مستحيله او حاجه صعب انها تتعمل، لا، حاجه ممكن تحققها عن طريق بقى انا اشوف هل في حد قبلي فعلا هعمل حاجه زي كده ولا لا. طبعا ممكن اخترع حاجات جديده واعمل حاجات جديده، بس احنا بنتكلم في الحاجات يعني 90% من الاهداف اللي احنا بنكون عايزين نوصل لها في حياتنا. طبعا انا لقيت كتير طبعا قبلي كتبوا في الموضوع ده، فدي حاجه ممكن تتحقق وتتعمل. الحاجه الرابعه او الشرط الرابع اللي هو الار، ان الهدف يكون رياليستيك او هدف يكون واقعي. بمعنى ما اقولش مثلا عايز اكتب الكتاب كله في خلال ساعه او ساعتين، هي طبعا دي حاجه ممكن تتعمل بس ما ينفعش تتعمل من اول كتاب ليا، فغير واقعي ان انا اعمل هدف زي ده. لكن اقول مثلا عايز اخلص الكتاب في خلال مثلا 3 شهور 4 شهور او الفتره الزمنيه المناسبه لي. اخر حاجه التي اللي هي ترمز للتايم، ان هو الهدف يكون لي وقت محدد، ما يبقاش حاجه مفتوحه كده اقول انا عايز اكتب كتاب مثلا في التعلم من 200 صفحه وقت ما اخلصه بقى، لا، كده عمري ما احققه وعمري ما هحقق الهدف بتاعي وانفذه. مهم جدا ان انا احدد ان انا عايز مثلا اخلصه يوم كذا في شهر كذا، وقتها اقدر اقيس التقدم بتاعي واقدر اشوف فعلا انا اقدر اوصل احقق الهدف بتاعي في الوقت ده ولا لا. طبعا ممكن يحصل حاجات كتير في النص، يعني ممكن في حاجه توقفني، حاجه تخليني مش قادر اميت الديدلاين بتاعي، وقتها بعمل تعديل في الخطه بتاعتي وفي الخطوات بتاعتي واشوف ايه اللي ناقصني بحيث ان اوصل ان انا احقق الهدف بتاعي بالشكل اللي انا عايزه.